مشاهدينا أهلا بحضراتكم، كل سنة وحضراتكم طيبين. لقاء جديد وحلقة جديدة من حلقات مجلس الفقه. كل سنة وحضراتكم طيبين مرة تانية بمناسبة المولد النبوي الشريف، مولد خير الأنام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. عنوان هذا اللقاء هو الاحتفال الأولى بالرعاية، البعثة برسالة الرحمة للعالمين. للحديث عن هذا العنوان وللحديث عن هذا الموضوع في مجلس الفقه يتجدد لقاؤنا اليوم مع العالم الجليل الأستاذ الدكتور سعد الدين هلالي، أستاذ الفقه. بيكم في كل المشاهدين والمشاهدات، وربنا يعيد على مصر والأمة العربية والأمة الإنسانية الأعوام المديدة بالخير واليمن والبركات، ويبعد عنها الشرور والآثام والفتن، اللهم آمين. رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسالة الرحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بناء عليه كان في لقائنا السابق كنا بنتحدث عن لماذا نحتفل بالنبي الخاتم صلى الله عليه وسلم. وللتذكرة قلت إن تواصل الأجيال جيل بعد جيل، ونذكر بعضنا بهذه الرسالة الخاتمة التي أرسلها الله عز وجل للإنسانية. كون رسالة جاية من السماء للبشرية، إذن هي في صالحهم وليست في صراع معهم. الأمر الثاني إن المنطق الطبيعي لكل مجتمع ولكل أمة إنها تحتفي بالمصلحين الذين أثروا الحياة العامة بإصلاحات ترفع من شأن المجتمع، وليس فقط المصلحين. يعني وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، ما قالش وأهلها صالحون. الإنسان الصالح صلاحه لنفسه، لكن المصلح صلاحه لنفسه ولغيره، لمؤثر في المجتمع. صحيح. من أجل هذا المنطق الطبيعي إن الذين أصلحوا في المجتمعات الإنسانية دول يجب علينا إن احنا نظهر هذه الإصلاحات علشان نبني عليها في مستقبل الإنسانية الرشيد. ده لمن أراد الرشاد. الأمر الآخر إن عالجت قضية فتنة الاحتفال حلال ولا حرام، والسؤال المكرور في كل سنة. والحقيقة نفسي اللي يتكلم في هذا نقول له هو أنت تدخلت ليه فيما لا يعنيك؟ أنت بتفرض رؤيتك ليه؟ اللي قلنا سلطان الإرادة الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم في رسالته الخاتمة قال لنا فيها في حديث أخرجه الدارقطني والطبراني عن أبي الدرداء: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، ونهاكم عن أشياء فانتهوا عنها، وسكت عن أشياء من غير نسيان هي لكم عفو فاقبلوا من الله عافيته. فالمسكوت عنه طالما ما فيش عندي أمر به ولا نهي عنه، القرار قرار مين؟ قرار الإنسان. فأنت ليك الحرية تستفتي نفسك فيه، وأنا أستفتي نفسي فيه، تستفتي قلبك فيه وأنا أستفتي قلبي فيه، دون أن يفتيت أحد منا على الآخر. لكن الافتئات أنت بتعمل بدعة. البدعة يا فندم هي إن الشعائر التي وردت يتم العبث بها، الدين الذي نزل يتم العبث به. عندنا الأذان كلمته معروفة، فلما نضيف عليها ولا نحذف منها عملنا بدعة. عندنا الصلوات الخمسة بركعتها معروفة، لما نيجي يحدث تحريف أو تزييف في هذا دي البدعة اللي نتكلم فيها. لكن ما سكت عنه الشرع هو لكم عفو. وبعدين وصلنا للعنصر الأخير اللي هو عنوان النهاردة، اللي هو إيه الاحتفال الأولى بالرعاية. حطيت كفتين أو رؤيتين: نحتفل بمولد الرسول ونشأته، ولا نحتفل ببعثة الرسول ورسالته؟ دي نظريتين، فهناخد كل نظرية وبعدين نتكلم على الرسالة بتمنع ايه وبتمنح ايه. طيب
قبل ما نبدأ في عرض النظريتين، لو حد من متابعي حضرتك دلوقتي سأل سؤال متعلق باختيار موضوع الحلقة وقال يا دكتور سعد ليه حضرتك بتسأل سؤال فيه أيهما الأولى بالتقدير والاحتفاء أو الاحتفال، لماذا لم تقل أو لم تسأل هل يمكن أن نحتفل بالأمرين معا، يعني بمولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أعظم الخلق وبالبعثة وما لها من تأثير على الإنسانية وعلى الأمة الإسلامية والإنسانية كما تحب أن تقول دائما. ليه حضرتك قلت بصيغة فيها نوع من أيهما في المنطق أو بأعمال العقل أولى أو أهم أو أفضل؟ ليه مش الاتنين؟ الإجابة فيما قلت أنت. كلمة أولى معناها هذا مهم وذاك مهم، ولكن الأولويات بين المهم والأهم. الأمر الثاني، أنا هسألك بقى سؤال والإجابة هتلاقيها في إجابة حضرتك، إجابة سؤال سيادتك في إجابة حضرتك. أكثر، ما قلتش كل، أكثر المتحدثين في المولد النبوي الشريف بيكلموا عن سيرته ما قبل النبوة ولا سيرته ما بعد النبوة؟ أنا عايز إجابة مرة تانية. لاحظ كل الاحتفالات في كل المساجد وكل الخطباء عندما يتكلمون في المولد النبوي الشريف، لو احنا قلنا هنتكلم عن المولد بس، إذا من الميلاد إلى ما قبل البعثة. ولو احنا سمعناهم بيكلمهم فبنفاجأ انهم بيتكلموا عن تأثير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على البشرية ورسالته، فهو ما بعد، في مرحلة الحديث عما هو بعد البعث. مظبوط. فلأجل هذا بنحب ننبه. وبعدين الإجابة بقى الأقوى، هو احنا ليه مش عايزين نجدد مصطلحاتنا؟ طول ما انت بتثبت المصطلح بتعمل ركود ذهني وركود فكري. الاحتفال بالمولد، الاحتفال بالمولد، الاحتفال بالمولد. طيب اضرب، حط كده حاجه في الميه راكد وقول احنا عايزين نتكلم على بعثته ورسالته اللي هو ربنا سبحانه وتعالى ارسلها رحمه للعالمين. ايوه، وهي ديت اللي هنرفع بيها شأن الإنسانية وشأن العرب خاصة. وفي حلقة إن شاء الله في الأسبوع القادم هنتكلم عن المشروع الوجودي للأمة العربية من هذه الرسالة والبعثة، مش من مولد. مرة تانية، المشروع الوجودي للأمة العربية أو لمن أراد أن يقدم هذا الدين الخاتم للإنسانية بالبعثة والرسالة وليس بالمولد. صحيح عمر البعثة والرسالة ما هتأتي إلا بإيه؟ بالمولد أولا. الأمر الثاني، هو المولد أي إنسان بيولد بيبقى معروف إن ده رسول إلا سيدنا عيسى عليه السلام فقط. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ده لو أردنا إن احنا نقول هنتكلم عن المولد يبقى الذي ورد ذكره في كتاب الله عز وجل. لكن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اتولد ما كانش عارف ان ده، محدش من المجتمع عارف انه هيبقى رسول. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. إذن احنا عندنا رؤيتين، مش ده مجلس فقه، ومعنى مجلس فقه مجلس فهم، مجلس تفتيح، ولا مجلس إغلاق وفتوى. الفتوى رأي اللي قلنا امبارح هنقوله النهارده، لكن الفقه بنفتح وبنفتح آفاق وبنستثير العقل ان هو يبتكر ويجدد في السياق، مش يبتكر ويجدد في الهدم، لا، في السياق البنائي. وبناء عليه عندنا رؤيتين، رؤية بتقول الاحتفال بالمولد والنشأة، فهنتكلم على هذه الرؤية وايه النتيجة بتاعتها. ثم الرؤية الثانية هنتكلم على البعثة والرسالة وايه النتيجة بتاعتها. نعم، اتفضل. الميلاد والنشأة سيرة والاحتفال بهما تسلية وعبرة. أيوة فندم، عندما نتكلم وحطينا العنوان المولد والنشأة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم،
يساوي ان دي سيره، والسيره تاريخ. طيب ايه الفايده المترتبه على ان نتكلم عن المولد والنشأة اللي هي السيره الذاتيه لتطور الانسان وميلاده ونشأته؟ ايه اللي انت هتستفاده؟ هتستفاد عبره، هتعتبر من هذه النشأة وتاخد ذكرى. الامر الثاني التسليه. التسليه دي بالمناسبه امر مشروع، احنا بنقولها كده ولها معنى سلبي. البعض يضفي عليها صفه وانها امر قليل الشأن، يعني البعض ينظر الى هذا المصطلح كذلك. والله انها رساله. التسليه رساله، ايوه يا فندم رساله. كذلك نثبت به فؤادك. واحد في عزاء وتقول له نسأل الله لك الصبر والسلوان. واحد في عزاء وتقول له نسأل الله لك الصبر والسلوان. التسلية انك بتخف عنه. التسلية هي التخفيف عن هم الانسان او اسعاد الناس بشكل عام، ومحاولة اسعاده، نقله من حالة الحزن الى حالة الفرح والاستبشار. لما الانسان يبقى فرح ومستبشر هينتج اكتر ولا يبقى حزين؟ اكيد هينتج اكتر اما يبقى فرح. اذا التسليه رساله ولا مش رساله؟ نعم. يعني ناخدها بالمعنى الايجابي، هو ده فعلا المعنى الايجابي. تسليه وفي ذات الوقت عبره. قول لي بقى نشأة سيدنا رسول الله وميلاده. احنا بنقول انه اتولد صلى الله عليه وسلم 12 ربيع الاول في عام الفيل. طيب لو احنا اردنا نكون منصفين، ما كانش في تاريخ هجري ولا كان في تاريخ هجري؟ لم يكن، بدأ التاريخ بعد الهجرة إلى المدينة، بعد الهجرة يثرب. نعم. طيب إذا كان في تاريخ ميلادي قائم. التاريخ الميلادي القائم بعد لما جه المحققون عملوا تطابق ودراسة، فوجدوه صلى الله عليه وسلم اتولد يوم 20 أو 22 أبريل سنة 571 ميلادية. سنة كم؟ 571 ميلادية. أيوه، يعني سيدنا عيسى عليه السلام اتولد 45 قبل الميلاد. في سنة 571 اتولد سيدنا رسول الله. بينهم كم سنة بقى؟ 615. نعم تقريبا. ال 571 ميلادية. هذا العام يلقب بعام الفيل. ليه عام الفيل؟ لأن العرب كانوا بيلقبوا الأعوام بأكبر الأحداث فيها، وكان هذا الحدث هو قصة أبرهة الذي جاء من اليمن وأراد أن يهدم الكعبة من أجل القريس الذي الكنيسة الكبيرة التي بناها في اليمن، ويريد أن يجعل السياحة الدينية عنده. وكان جيشه فيه فيل فلقب بالجيش الفيل أو كهذا اللقب، يعني زي ما تقول إيه موقعة الجمل. ما موقعة الجمل دي معنى الجمل واحد اللي كان موجود فيها، لكن الموقعة نفسها فيها أفراد وفيها مشاة إلى آخره. نفس الأمر لما نقول جيش الفيل، مش معنى جيش الفيل كلهم أفيال، لا، يعني كان فيه فيل ولكن لقب الجيش ب يعني الأمر الذي يميزه بما فيه من غرابة. وكان من فضل الله إن ربنا سجل ذلك في كتابه: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طير أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. وانتهت الحرب وبقيت الكعبة كما هي، إلى أن يعني جاء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأراد أن يصحح مسيرة البيت الله الحرام بعد احتلال الجماعات الدينية المتطرفة التي جعلت نفسها وصية على الدين. ما حدش يطوف إلا عن طريق إحدى الجماعات. 360 جماعة موجودين في هذا المكان، وكل جماعة لها لوجو اللي هو صنم صغير كده بيتحط جنب الكعبة، ولهم اسم ولهم رمزية. كل من يأتي من أجل الطواف أو لأجل الحج من أيام سيدنا إبراهيم، الحج مستمر والعمرة مستمر، لازم يبقى له وكيل من هؤلاء. أيوه. فكان سيدنا النبي بيغضب قوي. هو أنا جاي لربنا ولا جاي لكم؟ وأنتوا بتاكلوا عيش على حساب مين؟ هو ما تطوفوا انتوا، مش انتوا مؤمنين؟ ما تطوفوا وتمشوا زي ما انا جاي اطوف وامشي وجاي اصلي وامشي، انتوا كمان تطوفوا وتصلوا وتمشوا، ولا انتوا قاعدين محتلين واخدتوا الاحتكار؟ ولهذا
كان من سير سيدنا رسول الله انه كان يتعبد في غار حراء. كان في الكعبه فين؟ طب ليه؟ حراء. طب ما الكعبه خير بقاع الارض، بس هو عاوز يتعبد بصفاء وتبتل، ودول محتلين المكان يعني عاملين ما يشبه الصخب في المكان يعني. ومش صخب بس، صخب ومنع حد يتعبد الا عن طريقهم بوسيط. لا، انا عايز اعبد بدون وسيط. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عاش في مكه المكرمه يعني الى سن ال40. طبعا تعلم بان الزمن ده كان الاهالي بياخدوا ابنائهم الذكور بالذات ويرضعهم عند مرضعات. فمن ضمن من ارضعه صلى الله عليه وسلم والدته طبعا بس قليل، ثم ثويبه دي مولاة عمه ابو لهب. ابو لهب اللي نزل في شأنه سوره تبت يد ابي لهب وتب، بس كان كعيله في تراحم الدم. وبعدين جده وداه الى حليمه السعديه اللي موجوده في منطقه الطائف، تبعد عن الطائف حوالي 60 كيلو، يعني مكان بعيد عن مكه المكرمه. كان ده طبع العرب ان الابن لما يتولد يتربى كده عند ناس قادرين على الارضاع ويعيش ويكتسب اللغه ويكتسب الفصاحه، فضلا عن الخشونه. ما يبقاش تابع لوالدته، فلا يبقى متربي ووالدته بس بتزوره بين الحين والحين. والدته طبعا هو مات يتيم، يقال ان والده مات قبل ولادته، ويقال ان والده مات بعد ولادته بشهرين. وفي سن 6 سنين والدته خدته الى المدينه المنوره كان اسمها يثرب لزياره اخواله، وفي الطريق وهي عادت ماتت ودفنت بين مكه والمدينه في منطقه اسمها الابواء. وكان الذي يكفله وينفق عليه جده، ولما جده عبد المطلب مات تولى الانفاق عليه والرعايه والحمايه عمه ابو طالب، الى ان جاء سن في الفتره ديت بلغ سن 15 سنه و19 سنه، وحصل حاجه اسمها حرب الفجار كانت ما بين قبيله قريش وهوازن بسبب كان واحد فيهم قتل الاخر في سوق المجاز. والمهم استمرت الحرب 10 سنين الى ان وسيدنا النبي اشترك فيها، وبيقول ما وددت صلى الله عليه وسلم ما وددت اني لم اكن افعل، قاتلت في صف عمومتي. يعني انا كنت عايش باعتبار ان مع عمامي ومع العيله، ما هو لازم اكون مع العيله، والا العيله تتفكك وهيبقى يحدث انهيار لقريش، وقريش هي مكه، فاذا سيتم احتلال مكه، فكان لابد من الوقوف بجوار اهل مكه. وبيقول ما وددت اني لم اكن افعل، يعني لو عاد بي الزمن لفعلت، ووقفت برضه بجوار وطني صلى الله عليه وسلم. المهم إلى أن وصل سن 40 وفي غار حراء نزل عليه الوحي: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان ما علق، إلى آخر تلك الآيات والرسالة التي ابتعث بها. ده عن السيرة والنشأة. قل لي بقى ما هي العبرة؟ العبرة واحد إنه يتيم، واليتيم ووجدك يتيما فآوى، واليتيم ما تركش نفسه وصار نجم. فلما بنشوف اليتامى، عشان كده سيدنا النبي كان بيوصي باليتيم: انا وكافي اليتيم في الجنه هكذا، عشان يوصينا باليتيم. اليتيم ده هيطلع منه قيادات، بيتربى حرمان من ابيه، لكن الحرمان ده ربما قسوه، لكن ربما تكون سبب من اسباب انه يشتغل على نفسه ويبقى نجم من النجوم. الامر الثاني ان سيدنا رسول الله كان بيتعبد في غار حراء عشان يكره او وجود الشرك ووجود المانعين الانسان ان يتعبد تبتلا لله عز وجل مستقلا. اراد ان يستقل بعبادته صلى الله عليه وسلم وينفرد بقراره دون ان يكون عليه وصي ديني. ده عن الرسالة الأولى. البعثة والرسالة تكليف، والاحتفال بهما تقويم وتجديد. بالمناسبة الاحتفال بالمولد مين اللي بيحبه؟ مين أنصار
خليكم على المولد. الذين أنشأوه لأول مرة وهم الباطنيون. بيقول لك الإنسان فيه سر من يوم ولادته، وبناء عليه السر ده هو اللي ربنا زرعه أو ورثه في هذا الإنسان، فمن يوم ولادته والسر فيه. إلى هنا هنتقبل في حق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مظبوط. لكن عندما يتم التوسع في هذا الأمر ونقول إيه بقى؟ ومثله الأولياء، وفلان من الولي أولياء وفلان من الأولياء، وأنا اللي أرسم وأشير إلى الأولياء وأقول ده أنت فيك سر وربنا حاطط فيك سر وخلي الناس تقعد تمسح بيك. من يوم مولده ده إنسان بركة. أما الرسالة الثانية أو الجبهة الثانية والفكر والرؤية الثانية هي البعثة والرسالة. حديثنا عن البعثة والرسالة حديث سيرة تاريخ ولا حديث تكليف؟ عندما أتكلم عن بعث سيدنا النبي وأتكلم عن رسالة سيدنا النبي، بنتكلم على سيرة وتاريخ ونعتبر، ولا بنتلقى تكاليف وبنتلقى تعليمات؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق، سنلقي عليه قولا ثقيلا، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، الذين يبلغون رسالته ويخشونه. إذا دخلنا في تكاليف. عندما نتكلم عن البعثة والرسالة دخلنا فين؟ تكاليف. التكاليف محتاجة إيه؟ يقظة. العقل، نعم، محتاجة يقظة. طيب الاحتفال بالبعثة والتكاليف ثمرته إيه؟ النتيجة بتاعته إيه؟ النتيجة بتاعته طالما اتكلمت عن التكاليف وعن الأوامر والنواهي وعن الأحكام إن هذا سيفقه السامعين. هذه الأمور ستؤدي إلى إعمال العقل وإلى الفقه وإلى الفهم. لا، هي محتاجة مننا نقاوم أنفسنا. إحنا فين منها؟ أين نحن من هذه التكاليف؟ 2، هل في الإمكان نجدد؟ آدي النتيجتين المترتبتين على عندما نتكلم عن البعثة والرسالة. أين نحن يا أستاذ محمد من رسالة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين؟ أين نحن من رسالة قول النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه إنما أنا رحمة مهداة؟ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. والمؤمن بتفسير سيدنا النبي هو من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. إذن هو رحيم بكل من ائتمن وآمنه الناس صلى الله عليه وسلم. أين نحن من هذه الرسالة؟ سؤال بقى كده، سمعة المسلمين إيه في الغرب فيما قالوه الإسلاموفوبيا؟ سمعة المسلمين إيه بيننا إحنا يا مسلمين ويا عرب، جماعات وطوائف، وكل جماعة وطائفة تظن أن الحق هي عندها وأنها الناجية وغيرها مش ناجي؟ هل هذه الفرقة وهذا الاستعلاء القائم على جماعتي هي الناجية وغيري مش ناجي، أنا الناجي وغيري مش ناجي، أنا اللي بفهم وغيري ما بيفهمش، أنا قولي هو الأرجح وقولك هو الأردأ والأخطأ، ليه؟ هل نحن كذلك؟ اللي احنا بنقوله ده واقع، بس هل إسلامنا بيقول كده؟ هل سيدنا رسول الله اللي هو رحمة للعالمين طبطب عليكم طبطب عليا؟ ليه احنا بقينا بعيد كده يا دكتور؟ يعني لما نبص للمجتمع، وحضرتك متابع جيد لما ينقل على مواقع التواصل الاجتماعي، وبقينا بنشوف أحداث غريبة، جرائم غريبة، أحداث عنف غريبة على أسباب عندما يتم الكشف عنها بعد القبض على مرتكب هذه الفعل أو تلك بنلاقي إن كان سبب واهي جدا. ليه أصبحنا بعيدين كده عن اللي لسه حضرتك بتطلب إن احنا نقتدي بيه، الرحمة للعالمين؟ ليه بقينا بعيد كده؟ شكرا لك إنك بتتكلم على جانب اجتماعي، الجرائم والحاجات دي، لكن أنا بتكلم على أصحاب الخطاب الديني نفسهم. بيشتموا بعض، بيفسقوا بعض، بيكفروا بعض. ده أصحاب الخطاب الديني نفسهم اللي هم الرموز، اللي هم الأئمة، وكل واحد شايف نفسه الصح وغيره غلط. يبقى انتوا تصلحوا أن تكونوا أئمة؟ مش المنطق الطبيعي تقول زي الشافعي ما قال كده، قول صواب يحتمل الخطأ وقول غير خطأ يحتمل الصواب؟ تقول زي ما سيدنا النبي علمنا، استفت نفسك استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك. تدي الثقة للآخرين.
تمنح الحق لك ولغيرك زي ما لك زي ما غيرك. ده يعني مهم على مستوى اصحاب الخطاب الديني، وعلى مستوى النخبه، وعلى مستوى العامه، أيوة. وعلى مستوى بس عندما نتكلم عن مولد سيدنا التعامل اصلا، عندما نتكلم عن سيدنا رسول الله والاحتفال، القائمين على الاحتفال هم رموز الخطاب الديني، صح؟ انا بخاطبهم، اين انتم من رساله الرحمه للعالمين؟ بتحترموا من خالفكم في الراي ومن خالفكم في الفتوى؟ بتعطوا الثقه والامان لمن يحدثكم، ولا انا الارجح فلان ده مريض، فلان ده بيقول اقوال شاذه، فلان ده بيقول او هكذا من التهم، عمالين نتهم بعض؟ ده الرموز. اين انتم من الاحتفال بالبعثه والاحتفال بالرساله التي ارسلها الله رحمه للعالمين؟ الامر الثاني تجديد. ايه هو التجديد؟ التجديد يا استاذ محمد، احنا عشنا زمن طويل قايم على الديكتاتوريه الدينيه. ايه هي الديكتاتوريه الدينيه؟ ان انا الصح وانت الغلط، انا رئيسك واخدت المنصب فانا كلمتي تمشي عليك في الدين. المنصب اداري مره تانية، اي منصب من اول الحاكم الكبير الى جميع الوزراء الى جميع المديرين الى جميع رؤساء الاقسام الى اخرهم، دي رئاسه روحيه ولا رئاسه اداريه؟ اداريه. اما الرئاسه الروحيه فلله عز وجل. كرسي العرش ما حدش يمسه، ما حدش يقف جنب امام كرسي العرش، وسع كرسيه السماوات والارض. كل واحد بيعبد ربنا بضميره. ضميرك سقفه الله، ضميري سقفه الله، لكن ضميرك سقفه انا او رئيسك في العمل؟ لا طبعا. لا، رئيسك في العمل هو سقفه في الاداره، في الاشراف على مدى التزام مرؤوسيه بالقواعد الاداريه الحاكمه للعمل، بخلاف الضمير والقلب. نعم. مع الله عز وجل. بناء عليه عايزين ننتقل من خطاب الديكتاتوريه، انا فتوتي الصح وفتوتك غلط، انا الاصح وانت الاخطا، ننتقل منها الى الديمقراطيه الدينيه. ايه بقى الديمقراطيه الدينيه؟ الديمقراطيه الدينيه انت كلامك صح وانا كلامي صح. طيب احنا بقيت لنا دقيقة واحدة ممكن نستعرض فيها هذا العنصر او الرسالة الاخيرة: تمنع رسالة الرحمة الاستعلاء وتتيح الفقه للجميع. هي تكملة للي حضرتك بتقوله الديمقراطية الدينية، ان رسالة الرحمة للعالمين بتمنع الاستعلاء. ما تجيش تقول لي انا ولي من الاولياء، مين اداك صفة الولاية؟ ما تجيش تقول لي انا اتقى منك، هو اعلم بمن اتقى. اذا مسألة ان انت اكثر مني ايمانا او اكثر مني تقوى او كلامك هو الصواب عند الله افتئات على الله عز وجل. انت المخطئ مش انا. كان يجب عليك ان تكون متواضعا، وكما ورد في الحديث اللي خرجه الترمذي عن انس بن مالك: كم اسمع كده اللفظ، كم من اشعث اغبر ذي طمرين، يعني لابس على قده، لو اقسم على الله لابره. فلا تغتر بالزي ولا المنصب ولا الجاه في علاقتك مع الله عز وجل، لان في تنوع في البشر. يعني في واحد منهم اكثر حفظا للقرآن، واحد منهم اكثر فقها من غيره، واحد منهم اكثر فعلا للخيرات والعمل التطوعي، واحد افضل في سماحته مع الناس. في تنوع في البشر. كل اللي حضرتك ذكرته مظاهر لكن ليست دينا. الدين هو ان يقبل الله حفظك للقرآن، هو ان يقبل الله فهمك للقرآن، هو ان يقبل الله براءة قلبك في التعامل في الصلاة الى اخره. اذا الدين غير المظاهر، دي مظاهر. فهل تعتبر المظاهر دين؟ واحد حافظ القرآن بقى صاحب دين؟ ولا لازم يكون حفظه لله ويتقرب بما يعلم الى الله؟ بلاش واحد حافظ القرآن، واحد يا سيدي بينظف بيتك، بيساعدك في تنظيف بيتك والصرف الصحي اللي هو العمل اللي هو الرديء قوي ده، لو ما عملوش هيجي لك الامراض. يبقى اذا هو عندما يفعل هذا العمل ويتقرب بعمله الى الله اصبح في منزله عند الله ولا لا؟ اذا مش الفكره بقى في حفظ كذا او حفظ كذا، الفكره في التقرب والنيه والبراءه مع الله عز وجل. الامر الثاني، جمال هذا الدين جعل الفقه للجميع، ممنوع الاحتكار فيه. اللي بيحتكر الفقه
زي اللي بيحتكر السلعه. والحديث المحتكر ملعون. انت عندك فقه، نعم. علمني. انت عندك علم، علمني. لكن تحتكره عندك وتقول لي انا اتعلمت فانا بقى بقول لك النهايه افعل ولا تفعل. الفقه للجميع. لاجل هذا كانت هذه الرساله، وان شاء الله اوعدك باذن الله لو في العمر بقيه هنتكلم على المشروع الوجودي للأمة العربية لو أرادت أن تنتفع برسالة الرحمة للعالمين. يا رب ان شاء الله ندعو الله سبحانه وتعالى ان يوفق الامه العربيه انها يبقى لها مشروع وجودي في ظل ما نعانيه من اخطار ومن تحديات. نتمنى. بشكر حضرتك على وجودك معنا، شكرا جزيلا لك الاستاذ الدكتور سعد الدين هلالي، استاذ الفقه المقارن بجامعه الازهر. كل سنه شكرا لكم وكل مشاهدينا. وصلنا معكم لختام هذا الحوار وهذه الحلقه من حلقات مجلس الفقه. كل سنه وحضراتكم طيبين، وشكرا على المتابعه والى اللقاء.